كلنا كجمهور الكرة المصرية أو جمهور النادي الأهلي عارفين إن نادي بيراميدز أنشئ لمعاداة النادي الأهلي، بس الصراحة كل مدى بيراميدز بيفاجئنا بليفل عالي جدا من كرهه وحقده على النادي الأهلي وجماهيره. لما أشوف إن نادي بيراميدز ولاعب زي محمد الشيبي راحوا فعلا يشتكوا للنيابة ضد حسين الشحات علشان يعاقبوه جنائيا في حدث حصل داخل الملعب، أعرف قد إيه الناس دي بتكره النادي الأهلي وبتحقد على النادي الأهلي وجماهيره. بس انا هنا حابب اوصل رساله لبيراميدز ولمحمد الشيبي: بص يا ابني، اللي انت بتعمله اخره انت اللي هتضر منه ونادي بيراميدز هو اللي هيضر منه. اللي انت بتعمله ده النادي الاهلي حاليا بيجهز شكوى ضدك وضد نادي بيراميدز في الاتحاد المصري لكره القدم وفي الكاف وفي الفيفا، ان انت بتلجأ للقضاء المدني في حدث حصل داخل الملعب. عقوبة الفعل اللي انت بتعمله ده حاليا يا شيبي هي ايقاف نادي بيراميدز وايقافك لغاية ما تسحب الشكوى اللي انت قدمتها في النيابة. ما هو يا جماعة، لو كل لعيب ضرب لعيب، اللعيب التاني راح اشتكى للنيابة، او كل اداري ضرب اداري او اعتدى على حكم، الحكم راح اشتكى في النيابة، دي كده حضرتك مش هتبقى كرة قدم، كده حولناها لساحة محاكم، كده نبطل نلعب كرة احسن. فيا شيب، اللي انت بتعمله ده مش هيضر حد غيرك، وخليك فاكر. ميدو طالع بيعلق على تجديد محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي على بياض، وطالع يقول لك ان مفيش حاجه اسمها تجديد على بياض، وان الكلام ده كان بيمشي زمان لكن دلوقتي مفيش حاجه اسمها تجديد على بياض. طب ما يا ميدو، بس انا عايز اوصل لك رساله: هو انت مش عضو في لجنه الكوره في نادي الزمالك؟ يا ريت تهتم بنادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك وايقاف القيد في نادي الزمالك والصفقات اللي انتوا عايزين تجيبوها في نادي الزمالك. مالك انت ومال تجديد محمد مجدي قفشه، اذا كان على بياض ولا على سواد ولا سنه ولا اتنين ولا ب10 مليون ولا ب50 مليون؟ مالك انت؟ ركز مع ناديك، ركز مع ناديك، وحاولوا تعملوا حاجه لناديكوا يا جماعه، بدل ما انت قاعد طول الوقت انت والزملكاويه وجمهور الزمالك مركزين مع الاهلي بس. ركزوا مع ناديكوا، ركزوا مع اللعيبه اللي بتتاخد منكم من بيراميدز، ركزوا مع ايقاف القيد اللي عندكم، ركزوا مع صفقاتكم، ركزوا شوفوا هتعملوا ايه السنه الجايه، بدل ما انت حاطط الاهلي قدامك ومش شايف الا الاهلي. يا جماعه حاولوا تنجحوا. النادي المصري أعلن عن التعاقد مع أحمد عيد من نادي الزمالك اللي كان معار لإنبي، وأعلن عن التعاقد مع أحمد أيمن منصور. يا جماعة، الزمالك بيتجه إلى الهاوية بسرعة الصاروخ. الفشل الإداري اللي موجود في نادي الزمالك هيقود إن هو السنة اللي جاية لو خد المركز السادس في الدوري يبقى كويس. يا جماعة، في لعيبة كتير جدا اتخذت من نادي الزمالك السنة دي. بيراميدز عمل الصح مع نادي الزمالك السنه دي في اكتر من لاعب، والمصري هو بيتعاقد مع 2 لعيبه مهمين كان الزمالك هيعتمد عليهم السنه الجايه، وما خفي كان اعظم، ولسه الميركاتو ما اتقفلش. يا جماعه حاولوا تركزوا مع ناديكم شويه وتنسوا النادي الاهلي. ورساله لاي حد زملكاوي مستغرب الوضع اللي فيه نادي الزمالك: الوضع اللي فيه نادي الزمالك ده على فكره اقل من الطبيعي. عارف ليه؟ لان الطبيعي في الوضع الحالي لنادي الزمالك هو الهبوط للدرجات الادنى بسبب المديونيات المتلتله اللي عليه سواء خارجيا او داخليا. ده قانون الفيفا، لكن احنا طبعا هنا عندنا قانون ساكسونيا اللي بيخدم على الزمالك واللي بيخلي الزمالك موجود في الدوري الممتاز برغم مديونياته المتلتله. السلام عليكم.